بسم الله الرحمن الرحيم. طالبات الصف التاسع، أهلا بكم في درس جديد من دروس البرمجة. اليوم سيتم شرح نشاط صفحة 8 من كتاب البرمجة الظاهر أمامك. سيتم تنفيذ الكود ومعرفة أي الأشكال سيكون الناتج ولماذا. نقوم بفتح برنامج سكراتش، ملف جديد، نقوم بإدراج اللبنات حسب الموضحة في الكتاب. نذهب إلى الأحداث، ندرج لبنة عند النقر. نذهب إلى القلم، ندرج لبنة امسح. لبنة ارفع القلم أيضا ضمن مقطع برمجي القلم. ندرج اجعل اللون ونغير اللون حسب المربع بالنقر عليه وظهور الكف، ونختار حسب المطلوب وهو اللون الأزرق، نختار أي لون أزرق على الشاشة. ثم بعد ذلك اجعل الحجم المطلوب لدينا بالنقر نقرة واحدة، تغيير الحجم إلى 20. يطلب أيضا إدراج لبنة انتظر. الزمن هنا المطلوب 1/10 من الثانية. بعد ذلك، بعد تهيئة القلم اللازم للرسم، نقوم بإدراج لبنة اذهب من مقطع برمج الحركة باللون الأزرق. النقطة في البداية التي يتمركز أو يقف الآن عندها كائن القط هي النقطة 0 و0، ولكن نريد له أن ينتقل لبداية حركة وبداية الرسم من النقطة 0 و180. إذا أردنا تنفيذ هذه الجزئية من الكود ننقر، نجد أن القط فعلا انتقل إلى النقطة 0 180. ثم ندرج لبنة أنزل القلم استعدادا للرسم، لأنه هو انتقل انتقال الآن، ثم سيستعد للرسم. سنبدأ بالذهاب نذهب إلى مقطع البرمجة الحركة، ثم اذهب إلى النقطة المطلوبة هي من هذا الموقع اللي هو موجود في 0 180، سينتقل إلى 240 في السينات وصفر في الصادات، ثم سينتظر بعد الانتقال 1 ثانية، ثم سيقوم بتغيير لون القلم باللون الأحمر. ننقر نقرة واحدة ونختار أي لون أحمر على الشاشة فيتغير، ثم يطلب مرة أخرى أن يذهب إلى نقطة أخرى بعد رسم الشكل الأول. ما هي هذه النقطة؟ السين قيمتها 0 والصاد قيمتها -180. أين تقع -180؟ تقع -180 في الأسفل في هذا المكان، يبقى هينتقل بهذا الشكل. عند التنفيذ للمحاولة نجد نكمل. اذهب إلى النقطة، ها هو ذهب إلى النقطة، ثم ندرج مرة أخرى لبنة انتظر من مقطع برمج التحكم بلونها الأصفر، برضو انتظار 1 ثانية. نعود مرة أخرى إلى القلم واجعل لون القلم، يطلب مرة أخرى اللون الأزرق بالنقر نقرة واحدة واختيار اللون الأزرق الذي تم اختياره منذ البداية. ثم يريد بعد تغيير اللون أن يذهب إلى موضع جديد. هذا الموضع الجديد هو -240 في إحداثية السينات وصاد 0. أين هذا الموقع؟ حسب حفظنا في هذا المكان. عند التنفيذ لهذه الخطوة نجد أنه فعلا انتقل باللون المطلوب والنقطة المطلوبة. نقوم أيضا بعد هذا الرسم سينتظر 1 ثانية نقوم بإدراجها من مقطع برمجة التحكم ولونها أصفر، ثم نقوم بتغيير اللون هيتم من لبنة اجعل اللون من مقطع برمجة القلم وتغيير اللون. الآن اللون النهائي هو لون أحمر كما هو مطلوب في الكود، ثم نذهب إلى مقطع الحركة ونقوم بأخذ لبنة اذهب. السين في هذه الحالة ستصل إلى 0 إذا نقطة البداية، ويكون قيمة الصادات طبعا هنا انتقل لأنه
لم يتم تغيير صوت بعد إلى النقطة المطلوبة 180. عند النقر نقرة واحدة. عند التنفيذ يقوم بالرجوع والانتقال. طبعا درجة اللون هنا غير اللون الأولاني، وعند التنفيذ بيعود باللون اللي تم اختياره. نقوم في النهاية نصغر الكود قليلا. طبعا هو بنفس الكود الموجود في صفحة 8. يطلب مني بعد انتهاء الرسم الذهاب إلى مقطع البرمجة القلم وإدراج أو إضافة لبنة ارفع القلم وعودة الكائن إلى النقطة الأصلية بالذهاب إلى الحركة واذهب إلى نقطة البداية، نقطة المنتصف، نقطة منتصف المنصة اللي هي س0 ص0. ننفذ بالنقر نقرة، الخط أزرق أحمر أزرق أحمر، ويقف الكائن في المنتصف. إذا أي الأشكال الموجودة في الكتاب تم اختيارها. هو الشكل الأول أو الناتج هو الشكل الأول، بدأ بالأزرق ثم بالأحمر ثم الأزرق ثم الأحمر، ثم وقف الكائن في منتصف المنصة. إذا الشكل المطلوب هو الشكل الأول. تم تنفيذ الكود على البرنامج، تم تشغيله، وتم طبعا بإذن الله يكون الشرح مفهوم وماذا حدث لهذا الكود بكل خطوة من الخطوات بإذن الله. إلى هنا أصل إلى النهاية. أرجو من طالباتي أن يكون وصلت الفكرة، وإلى أن نلتقي في درس جديد. إلى اللقاء.